السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. هنعمل مع بعض طبق البطاطس الجميل ده من غير تحمير ومن غير استهلاك في الزيت، ويكون صحي معاكي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونقولك عملناه ازاي. معانا البطاطس بنغسلها كويس وبنسلقها بقشرها، وبعد كده بنقشرها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بالشكل ده بنقشرها. ولو في بطاطس معاكي مهرية بالشكل ده بتهرسيها بقى دي بالزبدة، بتبقى طعمها جميل جدا. هنعمله من غير ما نقلي في الزيت ونستهلك زيت كتير. هنحط البطاطس زي ما انتوا شايفين بالشكل ده ونرشها ملح كده، ونحط حبة زيت بس في قاع الصينية كده، وننزل البطاطس بتاعتنا. بس البطاطس بتاعتنا لو عندك كبيرة بتقطعيها صوابع. بتبقى سلقاها كده مش مسوياها قوي في السليق، وبتقطعيها صوابع وتعمليها بالطريقة دي بتبقى جميلة جدا، وعملتها معاكم قبل كده في فيديو. اما هنا البطاطس الصغيرة زي ما انتوا شايفين، وهنعملها سليمة بالشكل ده. ترشيها ملح بقى، وتروحي حاطه حبة زيت في قاع الصينية وحبة على وشها كده، حاجة بسيطة قد معلقتين زيت كده، من غير ما تستهلك معاك زيت كتير وتحمري. دي صحية اكتر من التانية. وترشيها كده بالبهارات، عايزة ترشي كمون، فلفل اسود، الحاجة اللي انت بتحبيها في البهارات. وهنبدأ بقى هنا يا حبايبي، بعد ما دخلناها في الشواية كده خدت لون، قلبناها على الناحية التانية كده زي ما انتوا شايفين. تمسكي الصينية تقلبيها كده، وخدت لونين، اللون من الوشين كده زي ما انتوا شايفين، بقت جميلة جدا. ولا تقلي ولا تحمري، والبطاطس كده صحية معاكي وتحفة. جربيها بالطريقة دي هتعجبك جدا. ايه رأيك بقى؟ جربي الطريقة دي هتعجبكم جدا. في جميع انواع البطاطس كبيرة صغيرة اعمليها بالطريقة دي، هتبقى ممتازة معاكي وصحية معاكي احسن ما بتحمريها في الزيت، وبتستهلك معاكي زيت كتير. توفير للزيت وان انتي بتحافظي على صحتك كمان، حاجة جميلة جدا. يلا اللي يعجبه بقى الفيديو ما يحط لايك ويشترك في القناة. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. حاجة بسيطة جدا بتبقى سهلة وممتازة معاكم وصحية. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. مع السلامة يا حبايبي، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله.